الكريسماس. نهني ولا ما نهنيش؟ نحتفل ولا ما نحتفلش؟ نخرج ولا ما نخرجش؟ المفروض نعمل ايه؟ كمل معايا وانا اقول لك. رفعت يسأل عن حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية أو الهجرية. تعرف حفظك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان كلهم لم يرد عندهم الاحتفالات هذه، وليس لنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، والجمعة باعتبار عودة. أما كآيات سنوية ليس لنا إلا الفطر والأضحى. تعلم يحفظك الله أن الذي شرع الآيات هو الله، لم يشرعها البشر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بكم ومرحبا بكم في موسم المزايدة والمبالغة السنوية. فريقين واقفين قصاد بعض وكل واحد فيهم عنده شيء من المزايدة والمبالغة الشديدة قصاد الطرف الثاني، ودول يبصوا دول على انهم متشددين متعفنين، ودول يبصوا دول على انهم متسيبين زنادقة، وكل واحد فيهم قاعد يزعق في مكانه من غير ما يحاول يسمع الطرف الثاني إلا من رحم ربه. فتعالوا نحاول مع بعض كده نفصص الموضوع وناخده بعيدا عن المزايدة وبعيدا عن المبالغة عشان نوصل للحل في اول نقطه. المفروض نهني ولا ما نهنيش؟ صلوا على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اي زميل او صديق او جار من المسيحيين فهتبقى عنده موقفين في حياته دايما، يا موقف شخصي يا اما اعياد ومواقف دينيه. الموقف الشخصي هي حياته اليوميه العاديه، نجح في امتحان، اترقى، اشترى عربيه جديده، خطب، اتجوز، خلف، فتح شركه، يعني اي حاجه خير حصلت له في حياته الشخصيه. وحياته الشخصيه دي برضه فيها مشاكل وعقبات، الدنيا ضاقت عليه، محتاج فلوس، عنده مثلا زوجته تعبانه، اولاده فيهم مشاكل، حد توفى عنده. دي مواقف حياتيه، ووجودك في حياه زميلك او صديقك او جارك في الوقت ده هو امر محمود شرعا، ده حاجه جميله مش وحشه ابدا. ربنا سبحانه وتعالى في القران يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. بالمناسبة هذا الكلام يجرني أقول أنت لما تطلب العدل، وأحيانا الآن أقول يجب أن نعدل حتى مع الكفار، العدل واجب، الله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لكن هذا لا يعني أني أعدل مع الكفار ومع غير المسلمين معناته أني أنسلخ من ديني وأنسلخ من عقيدتي وأتنازع عن هويتي، ولا لا. يعني حنا هاليومين في بداية العام الميلادي، ولا لا، أمس 25 والناس جالسة تحاول تحتفل بإيش؟ تحتفل برأس السنة بالكريسماس. يا جماعة أنا اللي وقفة الحقيقة لابد أن تقال اليوم. يعني المسلم العاقل اللي يجب أن يفهم أول شيء وش في الكريسماس. الكريسماس هم يعتقدون على اعتقاد النصارى أنه يوم ميلاد ابن الله. ما حكم الاحتفال بأعياد ميلاد السنة الميلادية؟ أولا السنة الميلادية أولا يعني غير ثابتة، يعني غير معلوم متى ولد عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الذي يقول هذه السنة ولد فيها عيسى هذا غير ثابت أصلا. لا يعلم متى ولد عيسى عليه الصلاة والسلام على اليقين، لا يعلمون، وإنما هي تقديرية أنه ولد في هذه السنة صلوات ربي وسلامه عليه. هذا أولا. ثم كذلك، وهل ولد عيسى وحده؟ ولد عيسى، ولد موسى، ولد سليمان، ولد داود، ولد إبراهيم، ولد إسماعيل، كل هذا الأنبياء ولدوا، ولد محمد، الأنبياء كلهم ولدوا صلى الله عليه وسلم. كل نبي سنسوي له حفل ميلاد وكذا، متى نعمل، متى نجد، متى نجتهد، وليس هذا من دين الله في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعني عاش سنوات طوال 63 سنة
صلوات ربي وسلامه، ما علمنا أنه يوما احتفل بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم، لأن هذه الأعياد عندهم أعياد دينية. لكن إذا كانت عندهم احتفالات غير دينية، مثل واحد سوى حفل زواج مثلا، تزوج تروح تبارك له، واحد جاه ولد تروح تبارك له، واحد اشترى له بيت تروح تبارك له، ما في بأس هنا. لكن أعيادهم الدينية كأنك تقول هذا دين، وكأنك تقرهم على هذا الدين، لأن هذه يحتفلون بها على سبيل أنها دين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اسمعوا الآيات: لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنا أسأل اللي يحتفل بعيد الكريسماس وهو مسلم، أو المسؤول اللي يسمح بالاحتفال في بلده، أو البائع التاجر اللي يبيع شجرة ويبيع غير ذلك، إذا جئت يوم القيامة أمام الله فردا، أسألك بالله ماذا ستقول لله؟ أنني يا رب قبلت أن يهنأ بأن لك ولد، أو يقام عيد ميلاد للمسيح كما يقولون. إذا جاءك النصراني، وهذه رسالة لأبناء المبتعثين أو اللي موجودين الآن ويعيشون في بلاد غير المسلمين، في بلاد النصارى خاصة، أقول لو قابلت أحد هؤلاء اسأله سؤال، قل له متى ميلاد المسيح؟ بيقول لك حسب اعتقادهم أن في 25 ديسمبر. 25 ديسمبر. اسأله سؤال: وش الكريسماس؟ بيقول لك أننا نحتفل بميلاد ابن الله المسيح كما يدعون. رد عليه برد من الإنجيل حسب القديس لوقا العدد الثاني الإصحاح 8 يخبرنا: في الليلة التي جاء فيها الملائكة وجدوا الرعاة كثيرون في البرية، وأن الرعاة قد أخبروا أن الوليد قد وضعته أمه في بيت لحم. يعني يبشرون بإيش؟ بالمسيح، بعيسى عليه السلام، بعيد ميلاد المسيح في 25 ديسمبر. مستحيل 25 ديسمبر شتاء في فلسطين، بل ثلوج. وهو يقول كثير الرعاة، يعقل ان الغنم ترعى في الثلج؟ هذا الانجيل يرد عليهم، ولا يمكن ذلك. الامر الثاني، القرآن يرد عليهم. الله لما انجبت مريم عيسى قال الله: وهزي اليك ايش؟ بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنية في الصيف، في عز الرطب، لا يمكن يكون في الشتاء. واحد لا حاربني ولا خرجني من داري، بل جيرة طيبة أو زمالة زي الفل أو صداقة ما فيهاش مشاكل. ربنا سبحانه وتعالى يأمرني بالإحسان والعدل، والإحسان دي حاجة فوق المعاملة الحلوة بشوية. يا عم في خطوبته وفرح وزفه بعربيتك، اترقى ولا ربنا رزقه بأولاد، روح يا عم وهات له هدية. في عزاه تاخد بخاطره، تبقى واقف جنب، في مشكلته تبقى أجدع واحد، ده أنت تقوم مكانه لو مش موجود. كلمك وقال لك الحقني يا فلان، والله أنا مراتي عيانة في البيت ومحدش معاها ومفيش وانا بره، الحقها. تلحقها؟ ده انت تروح تدفع فلوس المستشفى وما تاخدهاش منه. احسان وحسن معامله، زماله وصداقه وجيره ما فيهاش الا كل خير. ففي مواقف حياته الشخصيه قمه الاحسان والعدل، وهو ده اللي الدين بيقول لنا نعمله. هنيجي بقى في الاعياد الدينيه. هل بقى هنيجي في وقت الاعياد الدينيه دي ونختفي من وشه خالص ونقلب المعامله اللي كانت كويسه لمعامله وحشه مثلا؟ لا طبعا، ما فيش عاقل يقول كده. انا بعامله كويس هفضل اعامله كويس لانه زميل او صديق، ويوميها هقابله واصبح عليه اقول له صباح الفل يا جميل، عامل ايه اخبارك، طمني عليك، المدام كويسه، الولاد طيبين، طب مش محتاج مني اي حاجه، مش محتاج مني مساعده. المعامله الطيبه والخير كله. ولو معايا ابنه الصغير وانا معايا مصاصه ولا بالونه ولا خير، هديهم له مفيش مشكله ابدا، وطبطب عليه والعب له في شعره، طفل جميل وزي الفل. ولكن هاخد بالي كويس قوي من الفاظ التهنئه اللي ممكن يكون فيها اظهار شيء من الرضا بهذا العيد. طب وانا مرضاش بالعيد ده ليه؟ لانه عقيده مختلف مع عقيدتي. انا كمسلم ليه عقيده، وهو كمسيحي ليه عقيده، واحنا الاثنين بنحترم بعض. هل هو هيجي في اللحظه دي ويزعل منك او يتضايق منك؟ ابدا والله، بالعكس هيبقى فاهمك كويس جدا، وانت كمان تبقى متفاهم فكره الاختلاف في
العقيده اللي ما تمنعش الاحسان والعدل اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيه. ولو مشينا كده الامر هيبقى سهل وبسيط وما فيهوش مشكله اصلا. احنا اللي بنحب نخلق مشاكل، فلو بصيت لها من وجهه النظر دي هتلاقي الامر سهل وبسيط. نيجي بقى للجزء الثاني، هل نحتفل ولا ما نحتفلش، نخرج ولا ما نخرجش؟ اظهار الاحتفال بعيد ما هوش من اعياد المسلمين، هو امر ممنوع علينا. ومعنى كلمه الاحتفال هنا مش ان انا ابقى مبسوط وسعيد مثلا ولا قاعد مبتسم ولا فرحان، ولكن يقصد بيه اي مظاهر من مظاهر الاحتفال الخاصه بالعيد ده نفسه، من اكل شرب لبس تعليق زينه، حاجات ليها علاقه بالعيد ده. لكن يا معلم اقعد سعيد ومبسوط ومزقطط وبتضحك وهاتوا اكل وبسطوا والعبوا وكل حاجه، طالما ده غير متعلق بالاحتفال ده بالذات. ونفس الفكره في موضوع الخروج، والله انا خارج احتفالا بهذا العيد يبقى لا ما تخرجش، ولكن انا والله النهارده اجازه واصحابي اجازه وهنتقابل عند واحد صاحبنا والله نخرج ونتبسط ونضحك ونبقى سعداء استغلالا ليوم الاجازه، ينفع ينفع طالما هتخرج بما يرضي الله بعيدا عن اي محرم. لكن لو في حرام يبقى ما ينفعش تخرج يا حبيبي، والخرج تتأثر. بالله عليكم تعالوا نشيل الحساسيه والمزايده اللي في قلوبنا وننقيها وننظفها ونركز ان الموضوع بسيط وسهل والله، ونعيش في سلام وامان ووئام بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يجعل السنه اللي جايه 2021 دي احسن من السنه اللي احنا فيها باذن الله علينا كلنا. تمام، والى هنا ايها السيدات والساده ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لايك لصفحه الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الانستجرام، شير في الخير والدال على الخير كفاعله. ولو حابب تدعمنا على باتريون هحط لك لينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب في الديسكربشن على اليوتيوب. بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله. تابعوا هاشتاج الساعه 7 هتلاقي لي كل الفيديوهات. كان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.